نحقروا غير بعضنا البعض. لا يا صاحبي وعلاه تبهدلوا فينا؟ رخصتونا امام الجناس، عراسه تاع والديه الكلب. وين المشكله؟ وين والرام هذو الناس اللي خاطوا ربي والرام. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو وقع في البلاطو التونسي مباشرة بعد التأهل الخرافي ديال المنتخب المغربي وإقصاء المنتخب التونسي. أجواء ديال الهستيريا، صدمة كبيرة. فما نطولش عليكم، خليكم مع الفيديو ونتلاقاو في النهاية ديال. هنيئا للأخيين المغاربة، وإن شاء الله كما نراو في المغرب نراو في تونس يا ربي ملاعب كيما هكا. بيك تتنهد؟ انا تتنهد خاطر نحسك مهتم بالمنتخب المغربي اكثر بالمنتخب التونسي. ما عنده عرق كأنك عندك جنسيه اخرى. بالطبيعه عنده كيما توكس السعبي. خليني سي صالح هي عادة ديما نبرمشوا واحده هذيك. لا هو قالت، هو اعلن عليها يا صاحبي قداش من مره، هو خبيها صحيح. نسيبوا المغاربه نسيبوا. يظهر لي الوساده غلبت الولاده. صحيح، الكلام اللي سمعته هذا والله صاحبي كلام صحيح. بالفعل اما ديما يقعدوا اشقانا المغاربه. يعني اخواتنا انا فرحون. حبيت نفدك مع فوزي الصغير. ايسي لا تشوش عنا نكملوا معك انت الدخله. انا دارت مقابله البارح ما بين المنتخب المغربي ومنتخب زيمبابوي. البارح وقع افتتاح ملعب طنجة، ملعب ممتاز، ملعب دولي، ملعب من طراز رفيع. نعرفش يا وقع تهيئته يا ملعب جديد، والله ما تلبسش هذايا. يتسع الى 65 ألف متفرج. تحضيرات ممتازة بالنسبة لكأس افريقيا، وتحضيرات يظهر لي هما بداوا بتحضيرات كأس العالم 2030. معناها 2030 يظهر لي كأس العالم 2030. هنا شوف معناها كيفاش الرغبة نتاع المغاربه والرغبه نتاع الاداره والرغبه نتاع الدوله، كيفاش تحسينات ممتازه جدا. وملاعب يظهر لي وصلوا هذا ملعب رقم 8، والله ما نعرفش رقم 8. هما عندهم بالضبط 12 ملعب مؤهل من الكاف. والملاعب اللي يقع انجازها بمناسبه كاس افريقيا حاجه، اما فما 4 ملاعب اخرين تشاقى انجازها بمناسبه كاس العالم. بالضبط. ملا هذا رقم 8 اكد لي سي صالح توا اللي هذا ملعب رقم 8، ومازالوا 4 اخرين باش يحضروا معناها لكاس العالم. انجازات ممتازه، ملعب من طراز رفيع. هنيئا للاخيين المغاربه، وان شاء الله كما نراو في المغرب نراو في تونس يا ربي ملاعب كيما هكا. راهو مدامنا يا سيدي، انا كي نشوف المنتخب المغربي اقل من 16 سنه وكلهم خريجي مدى اكاديميه الملك حسن السادس، فهمتني؟ بعد 15 16 سنه يمشي يتم تسويقهم في اسبانيا ويتم تسويقهم في فرنسا، يمشوا يلعبوا في بطولات معناها اوروبيه. هكا ترى البرودوي، هكا ترى معناها المنتخب المغربي توا الاكابر واقل من 23 جيل واعد واقل من 20. معناها شوف انت وشفتوا حتى منتخب 22 سنه هز كاس عالم، منتخب الاكابر اللي المغربي اللي وصل دومي فينال. شوف الملاعبيه اللي قاعده تخرج، شوف الامكانيات اللي قاعده، شوف الاستثمار في الرياضه. ومعناها كيفاش اذا كان انت بلاش ملاعب نحكيه في تونس لهنا ما عندكش ملاعب، عندك مشكل كبير في الجازون، في الملاعب، في عندك ملعب وحيد مؤهل على المستوى الافريقي وراد السيد برخصه استثنائيه. برخصه استثنائيه نجم يجبدوها غدوه الرخصه ما تلقاش وين تلعب. معناها ري فضيحه بصراحه. بنيه تحتيه مهترئه، عندنا ملاعبيه ما عرفوش يدافعوا صراحه، ما يعرفوش يقفوا مليح على الميدان، مش مذكيين لا في الكرات العاليه لا اللوطه لا شيء. لونتيسيباسيون، قراءة اللاعب. قراءة اللاعب خاصة. مراد يعرف الشيء هذا، هو لاعب دولي ولاعب قديم ويعرف. يا صاحبي وعلاه تبهدلوا فينا؟ رخصتونا امام الجناس. احنا ماناش وجوهنا تتبهدل وماناش وجوهنا تطلع، لكن انتم يا مسؤولي الجزائر رجعتوا العالم كامل يضحك علينا. يا مسؤولي الجزائر انتم رجعتونا اضحوك امام الاجناس، اضحوك امام الاجناس. يا رب الكريم انت ماكش قادر وما طيقش. مادام ما طيقش اسكت. سايس لاسيون عراسه تاع والديه الكلب. اجزاء من الجزائر هي ملك للمغرب. فرنسا نحاتها للمغرب واعطتها للجزائر، وتونس ايضا بورقيبه. هناك مناطق شرق البلاد هي في الحقيقه تونس نحاتها فرنسا واعطتها للجزائر. والله ما يخرج، انا نقول لك، واللي راه متصور انه راح يستفيد من عفو رئاسي وراح يفرج عنه او غلط، نقول له زيد عاود، روح زيد عاود اقرا حاجه يسموها الجزائر. مازال ما تعرفوش الجزائر. ودير عقلك فين هذا؟ يا صاحبي وعلاه تبهدلوا فينا؟ رخصتونا امام الجناس. احنا ماناش وجوهنا تتبهدل وماناش وجوهنا تطلع،
لكن انتم يا مسؤولين الجزائر رجعتوا العالم كامل يضحك علينا. احنا وقيل الله اعلم اكبر شر البشريه، شر البشريه نحن الجزائريون، شر البشريه نحن الجزائريون، ناكلوا غير في بعضنا البعض، طايحين غير بعضنا البعض، نحقروا غير بعضنا البعض. لا يا صاحبي ولا تبهدلوا فينا، رخصتونا امام الناس، عراسه تاع والديه الكلب. وين المشكله؟ وين الرام هذو الناس اللي يخافوا ربي، والرام ما كانش ما كانش اللي تخاف ربي. خبر العفو عليه بداعي العلاج، هم قالوا من اجل العلاج وشيء، وهذا في الحقيقه القضيه انها خضوع. لماذا؟ لانهم يظنون، لان الان هذه حماقه، لانهم لا يستشرفون السياسه، ولانهم لا ياخذون براي النصحاء. هنالك من نصحهم، هنالك من قال لهم بان اهل الفكر لا يسجنون، سواء كان بن حموده ابن الشهيد عميروش عندما تحدث عن الامير، او بالغيث عندما تحدث، او صنصال عندما تحدث، او امثالهم. الفكر يواجه بالفكر، والراي بالراي، والحجه بالحجه، ليس بالسجون. هذه الاشياء لا تحل من وراء القضبان، تحل بالقناعه والحوار والاخذ والرد. هكذا ينبغي ان تكون الامور، وان تكون سياسه في الدوله، سياسه يعني مش عباره عن فرص تنتهز، او اذا شعرت بانك قوي وان البريكس معك وان كذا فانك تتقوى، ثم عندما تضعف ترجع القهقرة. هذا في الحقيقة لا يمكن أن تكون هكذا السياسات أبدا. يعني أنت تعرف بأن الآن فتحوا علينا الأبواب، هذا النظام فتح علينا الأبواب. أنت تشوف باللي وزير الخارجية نتاع روسيا لافروف عندما شكك حتى في الحدود في الجنوب، وقال بأن هذه الحدود بين الجزائر ومالي هي في الحقيقة بمسطرة فرنسا الاستعمارية. يعني ما معنى هذا؟ مع أنه يلوح إلى أشياء. حتى أنت تشوف الآن أصدقاء كانوا مع بورقيبة الآن أصبحوا يرفعون الشعار على أساس أن هنالك أيضا تونس انتقص من أرضها، والمغرب تقول انتقص من أرضها. من الذي فتح هذه الأبواب؟ لأن هذا النظام لا شرعية له، لأن النظام عندما يكون ضعيفا لا شرعية له يخبط خبط عشواء، كما قال غراد يطرش. هذه النتيجة. أنتم كنتم تقولون أنا لما احبطت اليوم بعد ما سماع الخبر وقلت لهم الآن أنا حر أيضا، أنا حر. إذا كان السن رانا قريب في نفس السن، إذا كان المرض رانا مرض، إذا كان طيب عندنا مساجين 17 واحد، عندنا كذا. أحاطوا فيه من كل جانب وقال لي ممنوع تخرج. قلت له لا ممنوع. أنا صنصال أدانه الرئيس بعظمة لسانه. أنا اللي قلت الكلام هذا ولا الرئيس الجمهورية؟ ألم يقل بعثوا لنا لص؟ ألم يقل ما عنده لا أب، ما عنده لا كذا، ما عنده كذا؟ من هذا الذي قال؟ والآن يخرج معززا مكرما في طائرة خاصة تأتيه من ألمانيا ويذهب إلى ألمانيا، وبقية أبناء الشعب الجزائري يعني في الحقيقة الآن يسجنون. قضية بالحملاوي تعطيك كذا، وين يعني أنت تشوف ياسين سطاح ماذا قال؟ أنه ضرب وعذب ونزعت منه لباسه. هاجر الزيتوني ماذا حدث لها؟ هل سمعت رئيس الجمهورية ندد بهذه التصرفات؟ هل سمعت رئيس الحكومة ندد بهذا؟ هل سمعت وزير العدل اللي يقول سيف العدل وقال ممنوع أن تضربوا المساجين في السجون، ممنوع أن يعذب الإنسان، ممنوع أصحاب النفوس أن يسيروا العدالة؟ ولا واحد، كلهم سكتوا عن هذه مش التزوجات، هذه الخروقات الفاضحة التي يعاقب عليها القانون حتى بالدستور نتاعهم، لأنها تدخل في تعسف باستخدام السلطة. لأنك قوي تفعل بأبناء الشعب الجزائري، فعلوها بالشيخ عباسي رحمه الله وشيوخ الجبهة، واحنا في المحكمة العسكرية عندما نزعوا منا لباسنا كيوم ولدتنا أمهاتنا وضربونا وفعلوا بنا الأفاعيل. يعني هذه ليست عادة جديدة، هذه من 62. ما سمعتوش طالب الإبراهيمي رحمه الله عندما قال عذبوني حتى كدت أن أذهب إلى
هم ضخموها. والله لو كانوا يعقلون ما أدخلوه السجن طرفة عين. هاي الآن أصبح الآن اللوبي اليمين المتطرف روتايو هاو يقول الآن سياستنا التي زيرنا وخنقنا. هما ما خنقوش على الشعب الجزائري، هما خنقوا على أصحاب المصالح. هؤلاء يجرون لأن مصالحهم قد حوصرت ولأنه سدد عليهم فقط، لا أكثر ولا أقل. مش قضية شعب. نعم، عندما تبدل أسير بأسير لمصلحة الشعب هذا شيء مقبول، أما أن تبدل أسير من أجل أن يتمتع عصابة معينة بالمصالح التي ضيقت عليهم، هذا في الحقيقة هو الظلم بعينه. إخوتنا وأحبتنا في المغرب، باسم أطباء فلسطين نبارك لكم صحراءكم الغالية، ونبارك لكم ما وصلتم إليه من تطور وازدهار، ونبارك لكم ملككم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وحفظكم أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. فقبل ما نبداو في التحليل ما تنساوش تخليو لنا التعليقات وتقولوا لنا شنو الرأي تاعكم في هذا الشيء اللي سمعتوا. ففي هذه الحلقة اللي فعلا كانت عامرة بالمشاعر المختلطة، فرحة كبيرة مغربية، صدمة تونسية، وتحليل عربي كامل كيعترف أن المغرب ولا قوة صاعدة في العالم ديال الكرة. اليوم لما كنسمعوا إعلاميين توانسة كيهضروا بواحد الصراحة اللي قليل اللي كيقولها، المغرب سبقنا بسنوات، المغرب دار مشروع عالمي، المغرب فات أوروبا في التسيير، فتبارك الله علينا. هاد الكلمات ماشي بسيطة وماشي سهلة باش تقال على الهواء مباشرة. هذه شهادة كتشهد على شحال المغرب تبدل، شحال الخدمة تدارت، وشحال ديال الاحتراف اللي ولا طبيعي، وشحال تاع البنيات التحتية اللي خدمناها، وعقليات اللاعبين كذلك. ملعب طنجة اللي ولا اليوم في مستوى عالمي صدم التوانسة، لأن الفرق بينه والملعب بين أن المغرب ما بقاش في واحد المستوى اللي باقي بزاف ديال البلدان كيظنوه فيه. هنا كيظهر الفرق كيف ما قلت لكم بين دولة كتخدم ودولة كتبني، ودولة كتعاني من المشاكل والصراعات داخل الجامعة والبطولات ديالها. أما المنتخب المغربي الأقل من 17 سنة، فهذا الجيل فعلا كيخلع عقلية قوية، شخصية كروية قتالية عالية، وما كيستسلموش حتى الآخر ثانية. وذلك الهدف القاتل ضد أمريكا ما كانش صدفة، كان رسالة بأن المغرب عنده مستقبل قوي وعنده لاعبين غاديين يطيروا به بعيد في العالم ديال كرة القدم. هنا الإعلام التونسي ما قدرش يخبي الصدمة ديالو بين الغضب وبين الاعتراف وبين المقارنة اللي كتشعل الأعصاب. كان واضح بأن اللي داروا المغرب صعيب يتدارك في بلدان أخرى عايشة في ارتجال ديال التسيير. وحنا هنا كمغاربة كنفرحوا وكنفتخروا، ولكن في العقل كنقولوا باللي راه مازال طريق طويلة وخاصنا نزيدوا بخطوات ثابتة. فإخواني وصلنا لنهاية الحلقة، شكرا لكم بزاف على المتابعة وعلى الدعم وعلى التشجيع. بغيتكم تكتبوا لي نتوما في التعليقات واش كتظنوا أن هذا الجيل غادي يمشي بعيد في المونديال، وشنو أكثر حاجة فاجأتكم في تفاعل الإعلام التونسي. فديما مغرب، ديما أشبال الأطلس، وموعدنا في الحلقات الجديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.